السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولو بتسمعنا لأول مرة وعندك أي اقتراحات اكتبها لنا في كومنت، وما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل اشتراك للقناة. ويلا نبدأ. عرفنا في الحلقة اللي فاتت إن داريل نجح في إنه يعمل تعاون بين البشر والشياطين، وإن الشياطين هيبدأوا يشتروا منهم معادن المثرل. وفي اليوم اللي بعده بنشوف داريل معاه رسالة من بيست فريد بيطلب فيها منه إعادة إحياء ورشة عمل قديمة لتصنيع معادن المثرل. وداريل بيوصل للمكان بس بيتفاجئ لما بيشوف فيتون هناك، وفيتون بيقول إن المكان ده بقى بتاعه وبيسخر منه، وبيقول أكيد واحد من الرتبة دي مش هيعرف يشغل المكان أفضل من واحد من الرتبة بي. وداريل بيكون محبط وبيرجع للقرية وبيلاقي ماريكا بتقابله وبتشتكي من راجل عجوز منحرف بيعاكسها. داريل بيسمع كده وبيفكر إنه لازم يقتل الراجل ده. وبعدين بنشوف العجوز بيقول له يا عم دي معاكسة بسيطة مش مستاهلة كل ده. ولما بيلاحظ سلاح داريل الكحيان بيقول لماريكا إنها بتتحامى بشخص ضعيف. ماريكا بتتعصب لما بتسمع كده وبتقول على كل إنجازات داريل وهاتك يا تطبيل من اللي قلبك يحبه. العجوز بيسمع الكلام ده وبيمسك ايد داريل علشان يقيس قوته، لكن بيتفاجئ ان داريل عنده قوة رهيبة في الاربع مهارات كلهم. والعجوز بيبقى متحمس فجأة وبيقدم نفسه على انه افضل حداد وصانع اسلحة في العالم، وبيكون اسمه سميث. بعد كده بنشوف سميث قاعد معاهم وبيقولوا انه جه للقرية دي بامر من النقابة المركزية، وبيطلب من داريل يوصله لورشة التصنيع. بعدين بنشوفهم وصلوا للورشة وسميث بيكون مش عاجبه مستوى الحدادين هناك، وبيقول إن المعادن دي محتاجة مهارات خاصة في التصنيع، وبيستعمل مهاراته في صناعة سلاح جديد لداريل. وداريل بيجرب يدمج قوته مع السلاح وبيبقى منبهر من فرق التحكم في القوة. بعدين بنشوف فيتون وصل للمكان وبيتأسف لأنه مقدرش يتعرف على سيد الحدادين في العالم، وبيطلب منه إنه يعلمه، بس سميث بيرفض بطريقة ساخرة وبيسيبه وبيمشي. بعدين بياخد السلاح من داريل في الطريق وبيقول إن السلاح ده مش مناسب ليه، وبنكتشف إنه سرق قطعة مثرل من ورشة فيتون وبيكون جاهز ورشة عمل خاصة بيه. داريل بيلاحظ إن معاه أداة سحرية من مملكة الشياطين، وبنعرف إن سميث اشتراها من السوق السوداء، لكن مش بيقدر يستخدمها لأنه محتاج سحر الشياطين لتفعيلها. وفي اليوم اللي بعده بنشوف داريل استدعى ريزيت للمكان وبيطلب منه المساعدة في تفعيل فرن الحدادة السحري. والريزيت بيقول له من عناية يا عم الناس، بس بشرط إنه هيساعده مرة واحدة بس، لأنه ما يقدرش يساعد البشر في صنع أسلحة. سميث بيرد وبيقول إنه مش مستعد يصنع أسلحة لكل البشر، وإنه محتاج مساعدة مرة واحدة بس علشان يحقق حلمه، وإن حلمه بيكون صناعة أقوى سلاح في العالم واللي هيكون متغير الأنماط ومناسب لقوة داريل النادرة، لأنه الشخص اللي قدر يرجع منجم المثرل للبشر بعد سنين طويلة ورجع معاه حلم الراجل العجوز ده. بيطلب من داريل يحضر المشروبات للاحتفال، وداريل بيسيبهم وبيخرج، بس بيلاقي فيتون قدامه واللي بيقولوا ان النقابة المركزية بتستغل القرية وبياخدوا معظم ارباح المعادن، وان الارباح دي المفروض تكون ملك القرية لان داريل هو اللي قدر يرجع المنجم. وبيعرض عليه التعاون معاه بدل النقابة المركزية، وبيقول ان مدينة كامبل هتقدر تساعدهم اكتر من النقابة المركزية، بس داريل بيرفض. بيقول انه مش ممكن يتعاون مع شخص سبب لهم المشاكل اكتر من مرة. ففيتون بيتعصب وبيرمي القفاز بتاعه في الارض وبيطلب من داريل يجيبه، وبعدين بيسيبه وبيمشي. وبعدين بنشوف انفيل بعد ما سمع عن اللي حصل من داريل بيقول انه قبل تحدي قتال واحد ضد واحد من فيتون. وانفيل بيشرح ان القتال ده هيبقى على منجم المعادن، بمعنى ان الكسبان هيبقى هو المتحكم في المنجم. وبيوضح ان القتل في القتال ده لا يعاقب عليه كجريمة، وان الانسحاب من التحدي هيخسرهم منجم المعادن. وغاشيتا بيكون قلقان على داريل وبيطلب منه ينسحب من القتال لان فيتو قوي ورتبته اعلى، بس داريل بيرفض وبيقول انه هيقبل التحدي. وسميث بيقول لداريل انه هيجهز له السلاح قبل القتال. وفي اليوم اللي بعده بنشوف داريل وصل لمكان المعركة، وفيتون بيتفاخر انه قدر يصنع سلاح من المثل من غير مساعدة الراجل العجوز، وبيسخر من داريل لما يشوف ان سلاحه عبارة عن خنجر. بس داريل مش بيهتم وبيبقى مركز جدا وجاهز للقتال. فيتون بيكمل سخرية وبيقول انه هيسمح له يجيب سلاح تاني، بس مش بيكمل كلامه وبيلاقي ضربة كسرت درعه بسرعة صاروخية وبيكون مصدوم. وداريل بيقول له يستسلم احسن له، بس فيتون بيغضب اكتر وبيحاول يهاجم داريل، وبيتفاجئ ان سلاح داريل بيتغير شكله، وداريل بيقدر يتفادى الضربات وبيكسر له السلاح والدرع بضربة واحدة. بعدين بنشوف انفيل بيقول ان القتال انتهى لان فيتون مش معاه سلاح، بس فيتون بيكون عنيد وبياخد سلاح تاني اقوى
اقوى، وبيقول انه لازم يقتل داريل وبيهجم عليه، وداريل بيغير شكل السلاح تاني وبيهجم عليه بضربة قوية جدا بتدمر السلاح، وبنشوف فيتون بيطير حرفيا. بعد كده بنشوف بيست فريد وصل للمكان وبيتأسف لداريل عن المشاكل اللي سببها فيتون، وبيقول انه هيعاقبهم، بس داريل بيطلب منه يحدد عقابهم بنفسه، والعقاب بيكون انهم يساعدوا في تصليح مباني القرية. وبيست فريد بيقول ان داريل ساعدهم كتير وبيعرض عليه ينضم للنقابة المركزية. بعدين بنشوف داريل في الساونا بيفكر في عرض بيست فريد، وفي نفس اللحظة بتخش ماريكا للمكان، وداريل بيبقى في حالة صدمة يا عيني، لحد ما ماريكا بتبدأ تتكلم وبتقول انها سمعت كلامه مع بيست فريد وعارفة انه هيمشي من القرية وهينضم للنقابة المركزية، وبتقول انه كان السبب في انها تكون سعيدة، وعلشان كده هي بتتمنى له النجاح في النقابة المركزية وهتفضل دايما تشجعه من بعيد. داريل بيرد وبيقول انه مش هيقبل عرض بيست فريد ومستحيل يسيب القرية لانه لقى الناس اللي بتحبه والمكان اللي يقدر يعيش فيه هنا في القرية. ماريكا بتسمع كده وبتعيط، واخيرا بيعترفوا بحبهم لبعض. وبيتغير بينا المشهد لمكان مملكة الشياطين، وبنشوف باش في طريقه لمكان ابوه، بس بيتصدم من القوة السحرية اللي ابوه بيقدر يتحكم فيها، وبنعرف ان اسمه جيران. بعدين بيدخلوا الغرفة وجيران بيقول لباش انه بيتمنى يكون بيتقدم كويس في مكانه كواحد من الجنرالات الاربعة لمملكة الشياطين، وبيسأله لو كان بيسمع لنصايح داريل، وبنعرف انه كان واحد من الجنرالات الاربعة وانه معترف بيه كاقوى جنرال في تاريخ مملكة الشياطين، وان داريل كان احسن مساعد للجنرالات في الوقت ده، وانه قدر يعتزل ويسيب مكانه لباش بفضل مساعدة داريل. وبيبدأ يسأله عن داريل وبيقول له اوعى تكون بتسبب له المشاكل. باش بيتكهرب في مكانه وبيقول ان داريل كويس وبيساعد الجنرالات دايما وانه اكيد ما طردوش من المملكة، بس جرام بيتعصب وبيرمي الترابيزة في وش باش وبيضربه ضربة قوية جدا بتدمر المكان حرفيا، وبيكون عارف كل المشاكل اللي بيعملها باش، وبيقول انه فعلا فاشل وغبي لانه قرر يطرد شخص موهوب زي داريل من المملكة، وبيأمره يرجع داريل للمملكة فورا ويطلب منه السماح لو عايز يفضل في منصبه كجنرال للمملكة. باش بيغضب وبيقول انه مستحيل يقبل يبقى واحد من الجنرالات الاربعة بمساعدة داريل، وانه هيوصل للنجاح بمهارته الخاصة، وبيمشي من المكان. بيتغير بينا المشهد للقرية وبنشوف ماريكا بتعتذر انها متأخرة على وقت الفطار، وداريل بيكون نازل وراها بس بيقع زي الجردل وبيبقى شكله مرهق جدا، واكيد كلنا عارفين ايه اللي حصل ما بينهم. وقت الفطار الام بتكون ملاحظة ان في حاجة ما بين ماريكا وداريل، وبعدين بتطلب منه مساعدتها في حمل الغسيل، وفي الطريق بتقول انها سعيدة تطور علاقته مع ماريكا. وداريل بيقف في مكانه زي اللوح وبيبقى متأكد انه اتقفش، وبيفكر ازاي يطلب يتجوز ماريكا من انفيل وانه لازم يبقى راجل ويتحمل المسؤولية. وفي نفس اللحظة انفيل بينده عليه ونظراته بتكون جادة جدا وبيقول انه لازم يتكلم معاه. وبعدين بنشوفهم في المكتب وانفيل بيقول له بص يا ابني انا بقيت راجل عجوز خلاص. وداريل في نفس اللحظة بيفكر ان انفيل اكتشف علاقته بماريكا في الليلة اللي فاتت وبيبقى خلاص هيعترف على نفسه، بس انفيل بيقول انه عايز داريل يبقى عمدة القرية مكانه. داريل بيبقى متردد بس بيفكر انه لازم يشيل المسؤولية علشان ماريكا، وبيقبل بعرض انفيل وبيطلب منه انه يتجوز ماريكا، وانفيل بيوافق. ماريكا بتسمع كده وبتجري عليه زي الطور الهايج علشان تحضنه وبتمسح بيه الارض برضه كالعادة، بس داريل بيتحكم في نفسه المرة دي وبيقدر يمسك ماريكا وبيكونوا مبسوطين جدا. وبعدين بتعدي سنة وقرية لاكس بتكون كبرت اكتر، وبنعرف ان العجوز سميث مات وداريل بيودعه وبيرجع للبيت، وبنشوف ان داريل بقى عنده طفل وسماه جيران على اسم الجنرال جيران لانه بيكون اعتنى بيه 30 سنة وبيعتبره زي ابوه. وبعدين بنشوف غشتا بيدخل عليهم وبيقول انه سمع خبر بوصول البطل للقرية، بس بيكون مش عارف معنى البطل ايه وبيسأل انفيل بيرد عليه وبيقول ان البطل بيكون اقوى بشري وبيبقى مسؤول عن حروب البشر ضد الشياطين. وداريل بيكون عارف البطل من مساعدته للجنرال جيران في المعارك بين البشر والشياطين، بيفكر انه موجود في القرية علشان يخلص عليه. وبعدين بيروح يستقبلهم وبيكون مغطي نص وشه، بس بتنزل بنت من العربية وبيتفاجئ انها مش بتكون البطل اللي هو يعرفه، وبنكتشف ان البطل اللي داريل يعرفه اعتزل من فترة لانه اتصاب بجروح خطيرة، وان البنت دي بتكون البطل الجديد للبشر واسمها ليديا. وبعدين بنشوفهم في منزل داريل وليديا بتقول انهم موجودين لسببين، والسبب الاول بيكون انهم محتاجين اسلحة من المثرل وبتطلب منه ياخدهم لورشة الحداد. بعدين داريل بيوصلهم للمكان
بيعرفهم على سكاي واللي بيكون مسك المكان بعد العجوز سميث. سكاي بيرحب بيهم وبيمسك ايد ليديا وبيعرف ان المهارة بتاعتها بتكون القطع وانها تحتاج سيف، وليديا بتبدأ تقول عن السبب التاني لوجودهم في القرية، وبيكون انها بتحاول تضم محارب رابع للفريق بتاعهم علشان تحارب ملك الشياطين. غاشتا بيوصل للمكان وبيسمع الكلام ده وبيبقى متحمس جدا. بعدين بنشوف انفيل قرر يعمل مسابقة والفايز فيها هو اللي هيقدر ينضم لفريق ليديا، لكن فريق ليديا بيفوز بسهولة، وليديا بتكون محبطة لانها مش بتلاقي المحارب المناسب، بس بتلاحظ ضربة سهم صاروخية جاية من بعيد وبتقدر تتفاداها في آخر لحظة، وبنعرف إن صاحب الضربة بيكون غاشتا وبيحاول يهاجمها تاني بكذا سهم، بس ليديا بتتفادى كل الضربات وبتفكر إن مستوى قوة غاشتا فعلا عالي بس ناقصه الإتقان، وبتجهز للهجوم بكل قوتها، لكن داريل بيوقفها بضربة تفاحة، وليديا بتقول إن الهالة اللي ضربتها بالتفاحة قوية جدا وبتروح تطلب من داريل القتال واحد ضد واحد. داريل بيرفض وبيقول إنه اعتزل من كونه مغامر وبقى عمدة القرية، بس ليديا مش بتسمع كلامه وبتهجم عليه بسرعة خاطفة. داريل بيطلع سلاحه وبيصد ضربتها بسهولة، وبنشوف ليديا بيبقى مش عندها أي فرصة قدامه رغم إنها بتقطع الجبل بسلاش قوي بكل سهولة، وبتقرر تستعمل أقوى هجوم عندها، بس داريل بيكون عارف الهجوم ده من معارك الشياطين مع البطل وبيقدر يصده بهجوم أقوى منه. بعدين بنشوف ليديا بتطلب منه الانضمام لفريقهم، بس داريل بيرفض وبيتهرب منهم. وفي اليوم اللي بعده ليديا بتقرر تراقبه يوم كامل علشان تعرف سبب رفضه، وبتشوفه بيقضي يومه كله في مهمات بسيطة بيساعد بيها أهل القرية. بس ليديا ما كانتش راضية عن أسلوب حياة داريل وقررت إنها لازم تسأله تاني للمرة الأخيرة، ففي نفس الليلة بتقابله وبتقول إن الهجوم اللي استخدمه بيكون نفس مهارة البطل السابق وإن هو الوحيد اللي بيقدر يستخدمه، وبتسأله إزاي قدر ينفذ الهجوم ده. داريل بيرد عليها وبيقول إنه ما يعرفش حاجة عن الهجوم ده وإنه كان مجرد تقليد. الكلام ده خلاها تغضب أكتر وبتكون مستغربة إزاي بيكون بالقوة دي وهو مش عارف أي حاجة عن المهارات، وبتهجم عليه، بس داريل بيتفادى الضربة بسرعة وبتقوله إن أي حد في مستواه المفروض يقود البشر للنصر ضد الشياطين. داريل بيرد وبيقول إن جيش ملك الشياطين بيحاربوا للدفاع عن نفسهم وإنه شايف إن الحرب هتنتهي لو البشر وقفوا هجومهم، وبيعترف إن عنده عائلة من الطرفين ومستحيل يشارك في المعركة دي. ليديا بتتفهم الكلام وبتطلب منه يبقى المدرب بتاعها، وداريل بيفكر إن ده هيكون سبب في وقف الحرب لفترة مؤقتة وبيقرر يوافق. وفي اليوم اللي بعده بنشوف ريزيت مع داريل، وداريل بيقول إن فريق ليديا بيتسوقوا في القرية فهم عندهم وقت للكلام، وبنعرف إن ريزيت اترقى لأنه بيكون السبب في حل مشكلة منجم المعادن للشياطين، وبيكون في رتبة قريبة من الجنرالات الأربعة. وفي نفس اللحظة بتظهر زيبيانتس في المكان وبتسأل مين بيجيب في سيرة الجنرالات، وده بيخلي ريزيت وداريل مصدومين، وبتعمل ريزيت كرسي لأنه بيكون عارف مكان داريل ومش بيقول لهم. وفي نفس الوقت بنشوف ماريكا رجعت للمنزل وبتقول إنها هتحضر مشروب للضيوف. زيبيانتس بتقول إنها لسه فاكرة شكل داريل لأنه كان دايما ضعيف ومن غير سحر. ماريكا بتسمع كده وبتتعصب وبتفتح غطا العصير بقوة مدمرة، وزيبيانتس بتكون مرعوبة. بعدين داريل بيسألها عن سبب وجودها في القرية وبنعرف إنها كانت بتراقب ريزيت علشان توصل لمكان المسرل، وبتأمر داريل إنه يديها كل المسرل اللي في القرية، بس داريل بيرفض وزيبيانتس بتبدأ تهدده، بس بتشوف ماريكا بتبصلها ولا كأنها تاكلها وبتبقى مرعوبة منها، وداريل بيطلب منها يتكلموا في مكان تاني. بعدين بنشوفهم في الغابة، بس زيبيانتس بتهاجم داريل فجأة وبتقول إنها هتاخد المعادن بالقوة وبتطير في الجو بتجهز للهجوم، بس داريل بيطير وراها وبيثبتها بسلاحه وبيقول إنها خسرت. زيبيانتس بتقول إن القتال ده مش محسوب وبتطلب منه يعيد القتال تاني مرة واتنين وتلاتة، وبتخسر في كل مرة وبتتعصب وبتقول إنها هتدمر القرية كلها بأقوى هجوم عندها وبتستدعي عاصفة قوية جدا، بس داريل بيستخدم هجوم قوي بيدمر ضربتها وبيطيرها في الجو، وفي الآخر بيتأسف على هجومه عليها وبيتفق إنه هيبيع لها المعادن بسعر مخفض. بعدين داريل بياخدها لمكان سكاي وبيطلب منه يصنع لها السلاح اللي محتاجاه، بس فجأة بيتخض وبيفتكر إن ده وقت رجوع فريق ليديا للمكان، وبيقول إنها هتكون مشكلة لو شافت واحدة من الجنرالات الأربعة للشياطين في المكان، وبيطلب من سكاي يعطل زيبيانتس معاه على قد ما يقدر، وبيسيبهم وبيجري لحد ما بيوصل لمكان ليديا وبيرحب بيهم وبيحاول يعطلهم، فبيطلب من واحد يخلص له مهمة في الغابة، ومن التانية تساعد ماريكا في تحضير الأكل، ومن ليديا تتدرب على حركة السيف 100,000 مرة. وفي آخر اليوم ليديا بتكون خلصت تدريب وبتقرر تروح تسترخي في الساونا. داريل بيبقى فاكر إنه قدر يسيطر على الموقف، بس بيشوف سكاي في الصندوق وبيقول إنه فشل في مهمته وما قدرش يخلي زيبيانتس مشغولة لوقت أكبر، وبنعرف إن زيبيانتس كمان في الساونا
وداريل بيقرر يتدخل وينقذ الموقف، بس بيقع في مشكلة أكبر وبيبقى مصدوم، وبياخد كف زوجي خماسي الأبعاد منهم بيدمر المكان. بعدين بنشوفهم كلهم في البيت والاتنين بيطلبوا منه توضيح للي حصل، وداريل بيقرر يعترف وبيقول انه بشر اتربى في مملكة الشياطين، وبيكون قال لماريكا الحقيقة قبل ما يتجوزوا. بس ليديا بتقول حتى لو ده كان السبب هي مش هتسمح لزبيانتس تبقى موجودة في قرية البشر، وزبيانتس بتقول ان داريل هو اللي يقدر يقرر الكلام ده. ماريكا بتقاطعهم وبتقول يحلوا مشاكلهم بتحدي قتال واحد ضد واحد، بس داريل بيقول انه هيراقب القتال ومش مسموح لحد فيهم انه يقتل التاني. وفي اليوم اللي بعده داريل بيوصل المكان وبيشوفهم مستعدين للقتال وبيبداوا يهاجموا بعض، وضربه من هنا على ضربه من هنا، والمعركه بتكون مولعه بين الطرفين، بس قوتهم بتكون متساويه وبيقرروا يستخدموا هجوم قوي اخير في نفس الوقت. وفي نفس اللحظه جيران بيطير ناحيتهم والصخره بتبقى هتقع عليه، بس داريل بيلحقه، وليديا بتحاول تدمر الصخره بس زيبيانتس بتسبقها. بعدين ماريكا بتقول ان جران كان شايف ان اللي بيعملوه ممتع وكان بيحاول يلعب معاهم، فالاتنين بيضحكوا وبيفهموا ان مفيش فرق بين البشر والشياطين وان القتال كان فعلا ممتع، وبنشوفهم بقى اصدقاء. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده، بس حكايه داريل لسه مكمله معانا في الفيديو اللي جاي. ولو انت وصلت معانا لحد هنا وعجبك الفيديو صلي على النبي في كومنت عشان ناخد كلنا ثواب، وما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل اشتراك للقناه. ويلا سلام.